السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ واش خبر عائلاتكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وهذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال باذن الله. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا باذن الله غادا تكون طريقه الطهي او تحضير الاخطبوط او القرنات او البولبو بالطريقه الايطاليه، مع تحضير سلطه البطاطس المرافقه لهذا النوع من انواع السمك. هي طريقه سهله ومعروفه عند جميع الناس، غير هي كل واحد كيحضروا بطريقته. يلا على بركه الله ما نطولش عليكم، ندخلوا في التحضير. بسم الله على بركه الله. كناخذ طنجره هكا تكون شويه كبيره، كندير فيها الماء من طبيعه الحال. انا راه دايره هكا شويه كلشي كيغلي. المهم شويه خيزو او الجزر مقطع، شويه اوراق الرند، واحد شويه ديال البزار حبوب بلا ما ديروا لا ملح لا والو. المهم كنغليو هاد المكونات اللي ذكرنا، ومن بعد ملي كتشوفوا هاد المرحله هذه مرحله الغليان، يعني زعما طاب مزيان، كناخذوا الاخطبوط او القرنيط كيكون بحال هذا الشكل. المهم ملي كيتغلى لينا هاد الماء مع هذوك المكونات وكنغسلوه. طبعا في الاول تكون فيه الرمله، المهم لو قدر الله هكا تكونوا نظفتوه مزيان. كندير هاد العمليه كيف شاهدتوا، كنهز ونحط حتى كيترولوا دوك الرجيلات شي 6 ولا 7 حتى 8 الخطرات. انا عندي 2 حبات هكا ديال الاخطبوط، حيت كيكونوا صغار ما كبارش بزاف، وكيبقى على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب الضيوف ديالكم وافراد العائله. المهم بجوجهم كنخليهم يترولاو مزيان الرجيلات، وكنخلي على الرجيلات هما التحتانيين هكا يطيب لكم، ما يطيبش لكم على الظهر ديالو. هانتوما كيف كتشاهدوا اخواني اخواتي، ملي كدوز ديك 40 45 دقيقه كيكون طاب. كنقلبوا بهذا العويد كيف هو موضح في الفيديو صافي، وكنزولو كيف كتشاهدوا كيبقى كيف حطيته، يعني ما يتململش وانتم اصلا ما تقلبوش من يكون كيطيب. غير سدوا عليه هكا. الا كان الكوكوط 20 25 دقيقه، انا درت غير طنجره عاديه راه خدا ليا تقريبا 40 45 دقيقه. المهم كيف كتشاهدوا كنزولو، نصفيه من الماء ومباشره تحت الروبيني. نتمنى من الله بعض الاخوان ما يقولوش ليا كتضيعي الماء، لان ضروري هاد الحوايج خصنا نغسلوهم، والروبيني راه ضروري كيمشي. يعني ما نقولش لكم راني كنستقر مع الماء غادا نكون كذابه، يعني الحاجه اللي خصها تغسل خصها تغسل. المهم كنشدو نغسلو الوسط ما بين الرجيلات، وداك الرويس كيفاش كيبان صافي. اما هذوك الرجيلات اللي كيكونوا فيه دوك بحال الفرقعات، هذاك ما كيتغسلش. المهم كيكون برد وقبض في راسو ملي كيتغسل بالماء بارد. كناخذ واحد السكين ماضي هكا، هو اصلا كيكون لذيذ وحنا غادي نزيدو عليه لذة اخرى. المهم كنقطع دوك الرجيلات هكا كيكونوا طوال، وكنقطع على حسب الحجم اللي انا بغيت، يعني ما كيكونش غليظ بزاف. حتى هذاك الرويس حتى هو انا غنوريكم في الاخير كيفاش غديروا. المهم انا غنقطع وكندير في واحد الاناء اللي يكون شويه متسع هكا باش نخلط مع التوابل الاخرى كيف غتشاهدوا في الفيديو. المهم هذه هي الثانيه، كندير لها نفس الطريقه، كنقطع من الجناب وكنحيد هذاك الراس بوحدو حتى غنديرو هو الاخر، حتى نقطع هادو اللي هما نقيين. وحتى الراس من طبيعه الحال كتكون فيه واحد العوينه، كاين اللي كيزولها في الاول، ما كتزولش في الاول، خاصها ضروري طيب باش كتحيد وهي قابطه في راسها. هي هذه كيف كتشاهدوا صافي. وكتنقيو ديما داك الرويس ضروري نقيو، كيكونوا فيه واحد العوينات هكا في الوسط بحال البيات اللي تيلعبوا بهم الدراري الصغار. واللي ما عجبتكمش من طبيعه الحال غتزولوه، هو ما فيه ما يتلاح، ولكن انا ضروري كنقيه في داك الوسط داك الرويس، ضروري كنقيه مزيان. المهم هذا الشكل، هاد شويه هاد الزوائد غادا نلوحهم هكا، غادا نرميهم. وهذا غادا نقطعو هكا اطراف بحال الشكل ديال اللي درت في الاناء، يعني ما كتلاح حتى حاجه، راه شي حاجه بسيطه اللي حيدناها. المهم هنا كيف كتشاهدوا اخواني اخواتي، هو اصلا ملي كتكون عندكم هذاك البولبو او هذا النوع ديال انواع السمك اللي هو الاخطبوط، راه كيكون شويه كبير، راه غير كيطيب في الماء يبان بحال المسوخ تيتنقص. المهم كنوضعوه على جنب وندوز ناخذ البطاطا عاديه ومعروفه، كل واحد كينقيها بطريقته. المهم غير هي تقطع، خصكم تقطعوها شويه غليظه، ما تكونش رقيقه بحال السلطه ديال البطاطا، ولكن هذه السلطه ديال البطاطا مع الاخطبوط كتكون شويه كبيره. المهم انا درت الماء ودرت شويه الملحه عادي، كنسلقوا البطاطا، غير هي ردوا البال ما نخليوهاش تهري، يعني طيب بزاف وتولي بحال العجينه، تكون شويه قابطه في راسها. المهم نتوما غتشاهدوا معايا في الفيديو. هنا كندوز نقطع واحد 2 رويسات ديال الثومه اللي هما صغار، يعني يكفي جوج فصوص او ريوس ديال الثوم، كل واحد كيفاش كيسمي
طريقه العمل ديالو. المهم كنوضعها كنقطعها، ماشي كنحكها، كنقطعها هكا خاصها تقطع. المهم هذه سلطه كيديروها هنا في ايطاليا ولكم الاختيار. المهم كنعصر واحد حامضه هكا صغيره، انا ما فيهاش الماء بزاف. المهم كيف غتشاهدوا كل حاجه كنوضحها لكم باش طريقه العمل تكون سهله ومبسطه لجميع الناس اللي كيبغيو يحضروا هذا النوع ديال انواع السمك. وهذه هي التتبيله اللي غنحتاجو للسلطه ديالنا. المهم ضفت الملح دائما كتبقى على حسب الذوق، وشويه البزار وشويه المعدنوس. الا عندكم القزبر حتى هو راه كيجي بنين، انا ما متوفرش عندي. وكندير شويه العصير ديال الليمون اللي عصرت. الليمون الحامض من طبيعه الحال اخواني اخواتي، وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. ممكن ديروا اقل من الكميه ديال عصير الليمون الحامض، ممكن تكثروا. انا درت وحده متوسطه صغيره ولكن راه ما فيهاش العصير بزاف. من طبيعه الحال زيت الزيتون اخواني اخواتي اللي ضروري خصو يكون شويه كتير، راني ضفت كيف كتشاهدوا. المهم اللي درتها ولا حركت يديا من طبيعه الحال غادا نذكرها. المهم كنضيف نصف الكميه اللي حضرت ديال هذيك الصلصه او شرموله، وكنخلي النص الاخر البطاطا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ما نكونش نسيت شي حاجه. وزيت الزيتون راه قلت لكم كيف قلت لكم في الاول، الملح وزيت الزيتون. الملح على حسب الذوق، والزيت ضروري تضيفوا الزيت. الا ما ضفتوش الزيت كتجيكم البطاطا ناشفه، وكذلك السمك ديالكم يجيكم ناشف. هنا اخواني اخواتي نحاولوا البطاطا ما نطيبوهاش بزاف كي ذكرت في الفيديو، باش يبقى الشكل ديالها محافظه عليه في الحطه. صافي ملي كتساليو كتتبلوا المكونات ديالكم هكا الاخطبوط والبطاطا كتقدموا بالصحه والراحه. غير هي لما توفر عندكم الوقت ديروا الاخطبوط ديالكم في الليل، يكون احسن كيطلق داك المذاق ديال الثوم فيه. انا كلشي جربت عليه مع جايين عندي الضياف وكيعجبهم هاد السلطه هذه. خليته هكا شي ساعه هكاك موجد وقدمته. اما هو في الليل دائما انا كندير الاخطبوط في الليل، ولكن البطاطا ما كنبيتهاش حتى الغد ليه. اما الاخطبوط الا درتوا ليه هاد المكونات اللي قلت لكم في الليل كيجيكم لذيذ بزاف. وبالنسبه للتزيين والتقديم كيبقى لكم الاختيار، كل واحد ويقدم كيف بغى. المهم سلطه الاخطبوط والبطاطا كتكون بحال هذا الشكل. هذه طريقه ايطاليه معروفه، وكل شيء المطاعم الايطاليه كيقدموه لكم بهذه الطريقه. نتمنى ما نكونش نسيت شي حاجه، ونتمنى التوضيح ديالي في التحضير يكون هكا مبسط ومفهوم. اللي بغيت نقول لكم كانت هذه النهايه ديال الفيديو. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم، كذلك الشرح ديالنا الاعجاب ديالكم اللي هو دائما ممل. ما تنسونيش من اللايك طبعا الفيديو اللي عجبكم، والبارطاج مع الاهل والاحباب. اللي باقي ما شاركش يشارك، مليون مرحبا به. واللي مشارك معنا 100 مليون مرحبا به. شكرا لكم جميع. نتمنى الفيديو يعجبكم، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم جميعا.